السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المغرب يحقق انتصار كبير ومستحق في كأس العالم 2022 بقطر. هذه البطولة العالمية اللي كتحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة من مختلف بقاع العالم. المنتخب المغربي خلال هذه المشاركة حقق إنجازا كبيرا في مباراته الأولى ضد كرواتيا وصيفة البطل للنسخة الماضية، ولم يتوقف عن هذا الحد، بل حقق انتصار تاريخي على منتخب بلجيكا، ثاني أقوى فريق في العالم. هذا الانتصار الكروي للمنتخب الوطني نال ردود أفعال كثيرة على الساحة العربية والدولية، وكلها تشيد بأسود الأطلس وبالروح القتالية والاحترافية التي أبانوا عليها خلال هذا اللقاء، باستثناء بطبيعة الحال الإعلام الرسمي للجارة الشرقية الذي يظهر مرة أخرى حقده وحسده تجاه المملكة المغربية في أي نجاح حققته ولو كان رياضيا. قناة رسمية جزائرية تصرفت تصرف غريب خلات منابر إعلامية أجنبية تتحدث عن هذه الفضيحة. في هذه الحلقة إن شاء الله سنرى أهم ردود الأفعال في الأوساط العربية والعالمية حول هذا الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي، وسنتحدث كذلك على هذه الفضيحة الإعلامية للإعلام الرسمي الجزائري في تغطيته لنتائج المباريات كأس العالم. قبل ذلك ما تنسوش مشاهدي الكرام تدعموا القناة بالإعجاب والاشتراك، واعطوني الآراء ديالكم على هذا الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي وحظوظه في التأهل إن شاء الله إلى الدور الموالي بعد مباراة كندا. إذا المنتخب المغربي بمدرب وطني ولاعبين يعتزون بحمل القميص الوطني أبهروا العالم خلال هذه المشاركة السادسة في المونديال، أظهروا روح وعزيمة قوية وحققوا انتصار مهم على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا. قتالية، صلابة، صبر، ذكاء، كل هذه الصفات تميزت بها العناصر الوطنية في هذه الملحمة الكروية اللي شرفت بها الكرة المغربية والإفريقية والعربية. هذا الإنجاز يمكن اعتباره ثمرة عمل وإصلاح اللي قامت به الدولة في مجال كرة القدم الوطنية، واعطى نتائج جيدة على المستوى الإفريقي بتألق الفرق الوطنية إفريقيا، وها هو الآن بدأ يعطي أكله على المستوى العالمي بتألق منتخبنا الوطني في هذه المشاركة في بطولة كأس العالم. إذن هذا الإنجاز الكروي التاريخي للمنتخب المغربي تفاعل معه شخصيات سياسية، إعلامية، رياضية بارزة. من أبرز هذه الشخصيات الأمير القطري الذي حضر ودعم الفريق الوطني، ورأينا جميعا كيف تفاعل مع الأهداف المغربية خلال هذه المباراة. حاكم دبي، الرئيس الفلسطيني، الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، رياضيين كبار، كلهم أشادوا بأداء الأسود خلال هذه الملحمة الكروية التاريخية. فيما تحدثت صحف عالمية على هذه المباراة، وخصت الصحيفة الإنجليزية دي سان مقالا ترجمت فيه النشيد الوطني المغربي بعدما أثار إعجاب الجماهير في المونديال أثناء مباريات المغرب. كل هذا لم يراه الإعلام الرسمي الجزائري، حيث القناة الرسمية الجزائرية التي تنقل يوميا أخبار مباريات كأس العالم تعمدت يوم الأحد حذف المغرب وعدم الإشارة لمباراته أمام بلجيكا، وتخطتها ولم تذكرها، وفي نفس الوقت عرضت نتائج 3 مباريات عوض 4، كأن المجموعة F تضم فقط كرواتيا وكندا. ما فعلته القناة الرسمية للنظام الجزائري تصرف سبياني يعكس الوجه الحقيقي للنظام العسكري الذي تغيب عنه ثقافة الدولة، بل يدير بلاده بطريقة عشوائية يغلب عليها الحقد والحسد ضد كل ما هو مغربي. هذه الفضيحة الإعلامية لم تمر مرور الكرام، حيث تناقلته منابر إعلامية أجنبية التي تعجبت هنا من تصرف القناة الرسمية للنظام العسكري. هذه تبقى مباراة كرة القدم بطبيعة الحال شاهدها الملايين على المستوى العالمي، وشجع فيها الشعب الجزائري المنتخب المغربي
كما يفعل الشعب المغربي في مباريات المنتخب الجزائري، إلا أن النظام العسكري بقيادة شنقريحة له رأي آخر، فهو دائما عكس إرادة الشعب الجزائري وعكس إرادة شعوب المنطقة، وبالتالي فهو عازم على قيادة هذه البلاد نحو الانهيار إن لم تتدخل أطراف معارضة لإزاحته من السلطة. ما تنسوش مشاهدي الكرام الإعجاب والاشتراك في القناة، وخليوا الآراء ديالكم حول هذا الموضوع في التعاليق. كنتم بخير، إلى اللقاء.